أهالي الغوطة الشرقية من بعد المنتدى السوري السعودي للاستثمار طقوا فيوزاتهم. أنا منهم، بس ما طقوا فيوزاتي. ليش؟ هن شايفين إنه الاستثمارات كلها رح تكون بالعاصمة، وهن اللي قدموا تضحيات أكتر، فليش يصير الدعم بالعاصمة والشغل بالعاصمة وهن اللي أكلوها بجنابهم. هلأ الأمور ما بتنقاس هيك. أول شي خلينا نكون صريحين إنه هذا الشي اللي صار جدا مفيد لبلدنا. ما بدنا نحكي عن فوائد الاستثمار، وخاصة بالعاصمة قديش هي بتنشط الحركة السياحية والاقتصادية وبتعمل تنشيط للبلد كلها، وبتشغل أبنائنا اللي نحن من الغوطة الشرقية واللي من أي مناطق، غوطة غربية، ريف دمشق، أي منطقة قريبة من الشام، بهي المجالات اللي رح يعملوا لها إنشاء بالعاصمة، سواء من مدن أو من فنادق أو من أي شيء استثماري بالعاصمة. بس نحن لازم نعرف كتير منيح إنه نحن ما طلعنا براني. ما في شيء اسمه طلعنا براني، البلد كلها عم تنهض، وهلأ بلشوا بالسكة الصحيحة بإعادة الإعمار. إعادة إعمار يعني إعادة المناطق المهدمة. يعني نحن إلنا نصيب من هاي القصص، وإنشاء المدن يلي كتير من أهل الغوطة شافوا إنه ليش ما تكون بالغوطة أو بريف دمشق، ليش بالمدينة؟ المدينة ما ناقصة زحمة ومساحاتها قليلة وضيقة مقارنة بريف دمشق والغوطة سواء شرقية أو غربية. في وجهة نظر الحكي، بس ما له اعتماد نهائي هذا الشيء اللي قالوه هن بضاحة إتسيا أو بالبرامكة. لسه مو حكي نهائي، وإذا كان نهائي نحن لسه في استثمارات كتير كبيرة جاي على الطريق. يعني بداية الغيث قطرة، فنحن ليش دائما مصرين أي شيء إيجابي نحوله لسلبي؟ ليش ما نفرح من قلبنا؟ بعرف الوجع اللي جواتنا كيف شايفين نحن من ناحية تانية، بس اليوم إذا بدنا نضل نفرق نحن بحياتنا ما نصير. إذا بدنا نضل نشوف شو في بالمدينة وشو في بالريف وشو في بالساحل وبالسويد وهون وهون، ما رح نصير وما حنحب بعض. وبعرف ما حنحب بعض، بس إنه نتعايش شوي بدايرة مع بعض. لهيك أي شيء اليوم بصير إيجابي بالبلد بأي محافظة كان هو اللي صالحنا نحن، بأي منطقة. ليش اليوم أهل الساحل مفكرين إنه مثلا هن كتير مروقين، ولا مو حابين كتير هاي الاستثمارات تكون عندهم، وخاصة إنه هن منطقة سياحية أكتر منا بمليون مرة وأجمل، فيها مناطق تاخد العقل. بس بنحط البكي وبنندب كل الوقت وبنضل آه، نتلاسم مع هذا وهذا، ولا نحن قدمنا ولا هن قدموا. الخير جاي على الكل. وأكبر دليل إنه مثلا هم بالإمارات كل إمارة إلها شيء معين وإلها نكهة خاصة وإلها تطور ما بيشبه التاني. اللي موجود بأبو ظبي ما موجود بدبي، واللي موجود بدبي ما موجود بالشارقة، واللي بالشارقة ما موجود بعجمان. وهيك كل وحدة مميزة بشيء، وكل وحدة إلها جمهورها وإلها ناسها وإلها مستثمرينها وإلها سكانها. ولزيدكم من الشعر بيت، اليوم بالإمارات أبو ظبي العاصمة، بس مين بيحكوا أكتر شي؟ بدبي. راح يصير بكرة مع الأيام ومع السنين إن شاء الله ما بيطولوا بهي المشاريع، عم يقولوا بين السنتين والخمس سنين إن شاء الله يا رب، راح يحكوا يصيروا كتير بالغوطة. لهيك أنا من فترة حكيت عن إنه عربين ممكن تكون مدينة أحلام، ووقتها كتار منكم تمسخر علي وقال إنه شو عم تحكي أنت، شو هالخرافات، وين عايش؟ عايش هون لأني عايش هون، شايف قدراتهم للمستثمرين الخليجيين وشايف رؤيتهم. وكل السوريين اللي قاعدين بالخليج بيعرفوا إنه هاي القصص مو صعبة عليهم. وبالمقابل قديش هي الاستثمارات بكرة، وهي الفنادق، وهي المدن اللي حتصير، والمحلات التجارية والأبراج وناطحات السحاب، قديش بكرة رح تشغل من أبنائنا، سواء من الشام ولا من الغوطة الغربية الشرقية ولا من ريف دمشق. فرص عمل رح تكون بالهبل، رواتب مجزية وقيمة وبتستاهل الواحد يتعب مشانها. هيك اليوم بس بدي منكم شغلة، إنه نتحلى بالصبر. نحن بالأصل ما كنا متوقعين يصير هذا الشيء ويسقط نظام على حياتنا بصراحة، والحمد لله الله أخده، وإن شاء الله عقبال محاكمته يا رب نشوفها بحياتنا يعني. وبدنا نصبر شوي. بعرف الكل متضايق، بس لا تنسوا إنه
المنتدى السوري السعودي للاستثمار طلع بأشياء كتير حلوة حكيناها من قبل والكل صار بيعرف شو هي. ولا تنسوا إنه عم يركزوا على خط تحلية مياه، هذا الشيء كتير مهم من طرطوس لدمشق. وكمان في دعم للكهرباء وفي دعم للغاز، يعني في خطط كتير وخطة إعادة إعمار. فأنتوا القصص اللي عم تقولوا عنا إنه ساووا هيك بعدين أعملوا هاي المشاريع، هذا منفي هذا الكلام، لأنه رح يصير اهتمام بكل تفصيل موجود بالبلد، بس بدها شوية صبر. في خطة للكهرباء وللغاز وللمي ولكل شيء، بس بدنا نصبر شوي ونشوف قديش بعد فترة رح تكون سوريا من أجمل الدول بالعالم، لأنه عندها مقومات بشكل لا يوصف، من شعب شغيل، من مناخ معتدل. هلا واحد بينطر اللي بيقول الصيف حمى، تعال شوفوهم بالخليج، تعال شوفوا. بشكل عام في عنا كتير يعني نقاط قوة ما موجودة حتى بالخليج اليوم. لهيك اليوم سوريا بس تكون واقفة على رجليها برعاية سعودية خليجية، عرفوا انه رح تتفوق عليهم بعد فترة، مع كامل الاحترام لهم، وهن اللي بيعرفوا هذا الشيء ومن مصلحتهم هذا الشيء. لهيك اجوا واستثمروا ببلدنا. وشكرا السعودية من كل قلبنا على كل شيء عملتيه معنا ورح تعمليه. انتو مو بس اخوة، انتو بترفعوا الراس والله العظيم، ونحن شرف كبير إلنا انه يكون تعاملنا المستقبلي معكم انتو، مع اخلاقكم وكرمكم وطيبة قلبكم. بدنا نتحلى بالصبر شوي، شدة وبتزول والامور كلها رايحة للافضل. هي لازم تحطوها يعني براسكم كتير منيح. شو ما صار انتو شايفين كل شي محاولات ايجابية عم تصير بالبلد عم يقابلوها دائما بالحرائق وبالشغب وبالقتل وبالاعتداء. ومع هيك المستثمرين السعوديين ما تركونا وراهنوا على انه سوريا رح تكون آمنة ورايحة للسلام ورايحة للاستقرار. لهيك احنا لازم نتفائل ولازم ندعمهم ولازم نوقف بصفهم، ما نجي عليهم ونقول اعملوا هيك لا تعملوا. رح يعملوا اللي بيطلع بإيدهم وأكثر إن شاء الله، بهمة دولتنا وبهمة رجال الأعمال السوريين المغتربين اللي سواء بالخارج ولا حتى المقيمين بالداخل.